مرحبا بكم في حدث الطبعة الثانية من شاب فكرة. مرحبا سالي مرحبا أولا هلو أنيا أسيا بريفيت يوكاسو شاب فكرة. باسم المشرف العام للقافلة الوطنية شاب فكرة السيد أنيس بن طيب. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية صباحية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كبيرة لكل القطاعات الوزارية التي فتحت الأبواب أمام الشباب. القطاعات الوزارية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة الثقافة والفنون، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الرقمنة والإحصائيات، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وزارة الصناعة، ووزارة البيئة والطاقات المتجددة. سيدي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، سيدي رئيس المجلس الأعلى للشباب، السادة ممثلي ونواب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ممثلي كل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المقيمة هنا بالجزائر، سادة نواب البرلمان بغرفتيه، كل الحضور بحفظ الأسماء والألقاب. مرة أخرى صدقوني كل معاني الاحترام والتقدير لكم جميعا. الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها إصلاحات اقتصادية رائعة وجد محفزة للشباب للولوج إلى عالم مقاولتية. شباب الجزائر الذين يقدمون نموذجا ناجحا في عرض صورة مشرفة لما يجب أن يكون عليه الشباب من المسؤولية الراسخة ومن تحد نبيل بكل الرقي والمعرفة والعلم والتفاؤل. ثقافة جديدة مفادها بأنه الشاب الجزائري اليوم يجب أن يكون فاعلا ليلتفت للقدرات الموجودة عنده، وكيف يجب أن نخلق مع بعضنا البعض مجموعة من المساحات، مجموعة من الفضاءات التي من شأنها تفعيل هذه القدرات، تفتيق هذه المواهب، صناعة هذه المسارات التي من شأنها خلق انطلاقة جديدة في بلادنا. وبنفس الطموح وبإصرار أكبر نلتقي هذه السنة لنجدد من خلال هذا المنبر دعم قطاعنا الوزاري وزارة الرقمنة والإحصائيات لمثل هذه المبادرات الشبانية التي تتماشى مع توجهات الدولة
ترقيات المؤسسات الناشئة ودعم الشباب ومرافقتهم في تحقيق مشاريعهم الابتكارية وتشجيعهم على اقتحام مجال المقاولاتية. مبادرة هدفها كما تعلمون هو بث روح المقاولاتية والابتكار لدى الشباب في كل أنحاء الوطن، وكان بالطبيعي جدا من طرف قطاعنا الوزاري أن نرافق هذه الطبعة اللي إن شاء الله ستزور ولايات أكثر وستمكن عدد أكبر من الشباب من التعرف أكثر على ما تقوم به حاليا الوزارة والحكومة فيما يخص تشجيع المقاولاتية وعلى الابتكار. المبادرة التي ننخرط فيها كلنا كمتعاملين اقتصاديين في المجلس تجديد الاقتصاد الجزائري تجسيدا لاهتمام الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية لمصير ومستقبل شبابنا في عالم المقاولاتية ومحاربة البطالة وخلق قيمة مضافة بتجسيد كل فكرة مبدعة إلى مشروع ناجح بمرافقة كل مؤسسات الدولة المعنية على المستوى المركزي والمحلي. هذا يخلينا انه نعطي فرصه انه لهذو الشباب المقاولاتيين تكون عندهم يعني صدى، ويكون عندهم فرص انهم يجدون الدعم الكامل من سواء اعضاء المجلس او خارج اعضاء المجلس لكل من يهتم بالامر ويهتم بالمشاريع. نحن في المجلس ندعم هذه المبادره، وان شاء الله راح نكون لكم دعما، وان شاء الله النجاح والتوفيق لهذه القافلة وتكون يعني قوافل أخرى في المستقبل. وشكرا. والشباب الجزائري قادر على التحدي، فنحن معا نستطيع أن نفعل الكثير. نحن شباب اليوم مستقبل الغد. ربي يوفقنا كامل وربي يوفق جميع الشباب، وأشجع جميع الشباب للتطور وللولوج لعالم المؤسسات الناشئة والاقتصادية لكي نطور الاقتصاد الجزائري نحن، ولخلق فرص عمل لنا نحن أولا وللجيل الصاعد. مرحبا بكم، أرحب بكم في هذه القافلة لأني أعتبر نفسي جزء من هذه القافلة. شاركت في الطبعة الأولى معكم حواتي يزيد صاحب مشروع فن إن في المجال الثقافي. المشروع رأى الضوء وراء الطريق بفضل القافلة في الطبعة الأولى اللي كان لنا شرف الحضور وتقديم المشروع مع السيد الوزير. وفي الأخير أشكر كل من ساهم في هذا النجاح، ونتمنى التوفيق للطبعة الثانية من هذه القافلة. شكرا وتحية الجزائر والسلام عليكم.